السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تزال قضية الناخب الوطني جمال بلماضي تراوح مكانها في بيت الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ورغم أن الاتحادية الجزائرية كشفت في بيان رسمي نهاية العلاقة مع بلماضي، إلا أنه ليس هنالك شيء رسمي يؤكد رحيل بلماضي عن العارضة الفنية للمنتخب الجزائري. وكشفت مصادر لموقع وين وين القطري بأن الناخب الوطني جمال بلماضي لم تصله لحد الساعة ورقة الإقالة من منصبه. وأضافت المصادر ذاتها بأن بلماضي لم تصله سوى ورقة اعتذار التخلف عن حضور الاجتماع المقرر بينه وبين رئيس الفاف. ويعتبر الاتحاد الجزائري تخلف بلماضي عن الاجتماع الحاسم بمثابة حالة شغور منصب. من جهة أخرى وحسب نفس المصدر فإن بلماضي يرفض الرحيل عن منصبه كمدرب للمنتخب، وما زال يعتبر نفسه المدرب الرسمي لمنتخب محاربي الصحراء، وبأن مشروعه معهم لم يكتمل، ولذلك فإنه يرفض الرحيل والتنحي عن منصبه إلى غاية نهاية عقده المستمر حتى عام 2026. وأوضح الموقع أن مصادر مقربة من بلماضي كشفت بأن الإشعار المرسل من الاتحاد الجزائري يعتبر لا حدث بالنسبة للمدرب، وبأنه ينتظر تعيين مدرب جديد للخضر من أجل التحرك عن طريق الإدلاء بتصريحات ستكشف من خلالها طبيعة الأزمة مع الفاف أو القيام بخطوة قانونية. وعلى كل لحد الآن يبقى بلماضي هو المدرب المنتخب الوطني الجزائري قانونيا. ما رأيكم في كل ما يحدث؟ شاركونا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.